السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحلقة جديدة من خميس الجد. دلوقتي انا هاتكلم النهارده عن الاوفرز بتاعة السنين الطويلة. عشان نعرف الهيستوري بتاع الاوفرز بتاعة السنين الطويلة، هي بدأت في اول السنة اللي فاتت لما بالم هيلز نزلت بالاوفر بتاع على 12 سنة، بعديها مدينة مصر على 12 سنة، بقى في مطورين كتار جدا نازلين على 12 سنة، ومطورين كبار كمان نازلين على 10 سنين. طب رأيك ايه يا باشمهندس في الاوفرز اللي على السنين الطويلة؟ والله بص، لمّا يكون في شركة كبيرة ونازلة بالoffer ده، هي ممكن يكون عندها مشكلة بيعية شوية، تمام. هتلاقي الشركات الكبيرة أوي اللي زي لافيستا ومراكز و س نجيب ساويرس والكلام ده كله، ما بيحاولوش يزيدوا عن ال10 سنين، بتلاقي average مشاريعهم كلها 8 سنين أقساط. لكن لمّا تلاقي شركة كبيرة أوي نازلة على 12 سنة عندها مشكلة بيعية، حاول إن أنت تستغلها، ده مش حاجة تخلّيك لأ أنا هابعد، هم مش هيعملوا حاجة أكتر من كده، يعني مش هيمدّوا لك الpayment أكتر من 12 سنة. لكن لمّا تلاقي شركة صغيرة عاملة هي الoffer ده، ابعد عنه. الشركة الصغيرة مش مضمونة مهما كانت مكانها فين أو سابقة أعمالها عاملة إزاي، ما عندهاش العباءة المالية إن هي تعرف تكمّل هي من جيبها وتبني لك، إنما الشركة الكبيرة هتعرف، حتى لو اتأخرت 6 شهور أو 9 شهور، ففي الأول وفي الآخر هتسلّمك. فده رأيي بس في الموضوع بتاع السنين الطويلة، هو في مصلحة العميل لو هو معاه كاش يقدر يحط الفلوس في البنك ويستفيد منها. أنا علي عبد العزيز معاكم، لو احتجت أي استشارة عقارية تقدر تسألني، هاجاوبك بكل صدق حتى لو مش هتشتري معايا.